السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الظهر كده وأنا في الجامعة لقيت مسج من أستاذة رشا. أستاذة رشا أخصائية من فريقي الأخصائيين في إحنا بتوع تربية حدائق الأهرام، وهي أخصائية جميلة وقمر. بعتلي سؤال بتقولي: هو التوتر أو أعراض التوتر ممكن تتنقل بالعدوى؟ فأنا رديت وقلت لها فلقيتها سكتت كده شوية وبتاع، تقريبا كان عندها الرد هو ليه. بس انا عشان ما كانش عندي مساحه ان انا اشرح لاني كنت في الجامعه، ففكرتها بفيديو شرح المخ البدائي او الميرور. تمام، قلت لها راجعي نقطه الميرور. وعشان خاطر عيونك يا رشا انا قررت ان انا اعمل الفيديو ده لمزيد من التوضيح للرد على سؤال: هو صحيح التوتر ممكن يتنقل بالعدوى؟ تعالوا تاني كده نفتكر سوا لما شرحنا مع بعض فكرة عمل المخ البشري بداية من المخ البدائي أو العقل البدائي وصولا للعقل المستبصر، أو العقل اللي احنا بيقودنا في الحياة يعني. تمام، وشرحنا ده على الجزء ده من الإيد كأن ده المخ. يعني قلنا كأن الحبل الشوكي ده اللي هو أول العمود الفقري كأن هو ده، واللي بيوصل الحبل الشوكي للمخ. وقلنا ان المخ هنعتبره ان هو الجزء ده. تمام، هو الفكره دي. وان العقل اللي هو بقى القشره المخيه اللي هي اللفه دي اللي هي بتلف مع الجمجمه بالشكل ده اللي هو الشكل ده. تمام، خلينا كده نفتكر ان احنا قلنا ان الجزء الاول اول جزء بعد اللي هو على اول بدايه الحبل الشوكي ده اسمه المخ البدائي. والمخ البدائي ليه بدائي؟ لان هو مسؤول عن حاجات بدائيه جدا جدا وما بيعرفش يعمل غير 3 حاجات في حياته اللي هي 3 اف، اللي هي fight or flight or freeze. يعني المخ البدائي ده اللي بيدوبك بيخلي بيعمل 3 استراتيجيات بس، اللي هي يا اما يهاجم، يضرب، يزعق يعني يعمل اداء هجومي، يا اما بيعمل اداء هروب يعني يهرب من الموقف، يا اما بيتجمد يعني يفصل كده يعطل ما يعرفش يعمل حاجه خالص. وان المخ ده بالثلاث استراتيجيات اللي بيعرف يعملهم ده مسؤول انه يواظب او يواصل العمليات الحيويه اللي بيعملها الانسان، اللي هو قلبك يفضل شغال، الكلى شغاله، الكبد شغال، اللي هي ايه ان احنا نفضل عايشين يعني. تمام، فيبقى اذا جزء المخ ده اسمه ايه؟ المخ البدائي. ما بيعمل ايه؟ بيعمل حاجات بدائيه جدا. طب استراتيجياته في التعامل مع الازمات ايه؟ هما 3 حاجات: يا بيتخانق او بيهاجم، يا اما بيتجمد، يا اما يعني بيهرب يعني. تمام، قلنا الجزء اللي فوق ده قلنا فيه هنا جزء تنظيم المشاعر اللي احنا عبرنا عنه بالصباع ده، والعقل بقى الاخلاق، الحلال والحرام، الصح والغلط، المبادئ، الكلام ده كله موجود ايه في القشره المخيه او الجزء ده من المخ اللي هو اسمه العقل المستبصر. تمام، واحنا بنشرح بقى الحته دي بنقول ان الانسان اثناء مرحله الخطر او رؤيه الخطر او انه يشوف اي حاجه من وجهه نظر الانسان انها خطر، زي ان حد بيتخانق معاه، حد بيزعق له، حد بينتقده، حد يعني ايا كان الموقف اللي هو اترجم في المخ ان هو خطر. الخطر ده شغلة المخ الايه؟ البدائي. فالمخ البدائي ده بيعمل حاجة من 3 استراتيجيات اللي اتفقنا عليهم، اي حاجة من ال3 اف. حلو، قال لك قبل ما توصل لفوق في جزء صغير هنا اسمه الميرور او اللوزة. ده شغلته لعل يكون في خطر وانت مش واخد بالك. بمعنى ايه؟ يعني دلوقتي انا اللي عماله بعمل حاله من حالات ال3 دول، بتخانق معاك، بزعق، او انا اللي متجمده، او انا اللي بهرب من الموقف، وانت لسه قدامي يعني انت ما فاكش حاجه، انت مش واصل لك الموقف اصلا. ففي جزء كده ربنا خلقه لعل تكون انت اللي مخطئ، انت اللي مسطول، انت اللي مش مركز، ويكون فعلا في خطر. فقال لك لما بنشوف شخص اخر في حاله من الحالات ال3 اللي هي حالات التعبير عن الخطر اللي هي 3 اف من دول، اي اف من ال3 دول، فهي في الحاله دي الميرور دي بتنشط، بتاخد نفس الحاله. فلو انت اللي قدامي متوتر، غضبان، بتزعق، صوتك عالي، بتستخدم ايدك في تكسير الاشياء او في ضرب الاخرين او كده، الميرور اللي هنا بتعتقد ان في خطر وانا اللي مش واخده بالي، فبتديني نفس الاتيتيود او نفس الاحساس ان في خطر. في الحاله دي بيحصل فلات للمخ، وبيبقى العقل المستبصر اللي كان هنا خلاص ما بيبقاش معايا، اللي هو بقى بيقدر الموقف ويتناقش والكلام ده ما بيبقاش معايا، ويرجع ايه يعمل الانسان بالمخ البدائي.
ومن هنا استدليت على فكره ان ممكن اعراض التوتر تيجي بالعدوى، زي ما سالت استاذه رشا، واللي هي كانت بتسال على احد الاطفال على الارجح، واللي هي قصدها ان ممكن الطفل يعني يكون هادي ولما يشوف اخوه ولا يشوف حد بيعمل كده يعمل زيه. ممكن. ليه؟ لان هو ممكن ما يكونش واعي بان الانسان بياخد من الاخر تعبيرات الخطر، ومفترض ان احنا ما نعملش الاعراض دي الا في الخطر، فبيفترضوا ان في جزء خطر. اتمنى اكون اجبت على سؤالك يا رشا، واتمنى الفيديو يعجبكم جميعا. شكرا لكم. ماجدة عمار، احنا بتوع التربيه.